يا صباح الفل وصباح التفاؤل وصباح الرزق، وحشتوني جدا جدا يا بنات. انا فاتن والنهارده هخليكي استاذه في الفطير من هنا ورايح. ايوه، هقولك على طريقه فرد سهله جدا جدا للبنات اللي سنه اولى مطبخ ولاول مره تعمل فطير ونفسك تعملي فطير وهي عايزه بقى الكل يشكر فيه. اتبعي الطريقه بتاعتي. بس قبل ما نبدا ما تنسيش لايك واشتراك، ما كمان شيري لاصحابك عشان يستفيدوا من الفيديو. يلا ما تنسيش كمان تصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نقول بسم الله ونبدأ على طول على الوصفة. هنا يا بنات انا عندي نص كيلو من الدقيق، وطبعا كان يفضل ان انا اعمل كيلو. انا بحب بصراحة اعمل كيلو، وايه اللي بيفيد بقى بشيله في الفريزر. ينفع غدا، ينفع فطار، ينفع عشاء، مش هيقول لا. الفطير كلنا بنحبه كمصريين. انا جبت نص كيلو الدقيق، نخلته كويس قوي يا بنات، وحطيت عليه رشة بسيطة من الملح، ورحت بقى جايبة مية من الحنفية عادي جدا. تمام، وعجنته كويس جدا. تلمي العجينه بتاعتك لحد ما تحسي ان هي بقت عامله زي اللبانه كده وبتشد. ايوه، الفطير بتاعنا لازم يبقى بيشد كده، ما يبقاش بيلزق. هسيبه بقى ترتاح ربع ساعه نص ساعه حسب الوقت بتاعك. وهنا بقى كنت عندي نص كوبايه من الزيت على نص كوبايه من السمنه او الزبده الصفراء. وطبعا يفضل سمنه بلدي بتبقى احلى بكتير، بس انا ما كانش عندي غير الزبدة الصفراء، فطبعا بتخليها حلوة. بس طبعا عشان ابقى صريحة معاكم، السمنة البلدي بتوديها في حتة تانية. بس مش معنى كده ان الزبدة الصفراء بتخليها وحشة، لا والله طعمها بيبقى حلو جدا جدا. وانا دايما بعملها كده عشان تبقى اقتصادية بصراحة، لاني مش هلاحق يعني سمنة بلدي عليها. المهم يا بنات، رحت جايبه بقى كده وفرداه زي ما انتم شايفين بالشكل ده. فردته بقى، جيبي كده السمنه على الزيت. لازم تعملي الميكس ده، بيدي طراوه حلوه قوي للفطير بتاعك. وهبتدي افرد بقى بايدي زي ما انتم شايفين، لا هحتاج نشابه ولا هحتاج اي حاجه خالص. بايدي هبتدي اقعد كده اشد وافرد اشد وافرد لحد ما تتفرد معايا وتبقى رقيقه قوي كده، تحسي ان انتي شفافه. شايفه الفطيره بتاعتك تبقى شفافه. بعد ما حسيت ان هي خلاص رقت معايا جدا، هقوم بقى جايبه آه الطرف الناحيه دي واقوم دهناه سمنه. والطرف الناحيه دي كل طرف بتنيه لازم ادهنه سمنه يا بنات عشان الفطير يطلع معاكي مورق. المرحله دي بقى اللي انت تدهني سمنه بكل مثلا ما تتني تدهني سمنه او زبده، هتفرق معاكي في الفطيره، هيطلعوا معاكي مورق وحلو جدا جدا. وطبعا الفطير بيحب يا بنات السمنه، يعني كتري بقى زبده كده على قد ما تقدري، وتفردي كده الحرف ما تخلوش تخين. اهو ابتديت الم بقى الفطيره، باخد من الجنب ده ومن الجنب ده، بعكس يعني الجنب اليمين وبعدين الجنب الشمال، وهكذا. شايفين زي ما هو موجود بالظبط. اسهل طريقه، لا تحطي بقى فيها 3 وحدات ولا 4 وحدات ولا الكلام ده. بس هي الفطيره بتبقى يعني يعني صغيره متوسطه، لا هي كبيره قوي ولا صغيره قوي، متوسطه. هقوم لماها بقى كوره زي ما انتم شايفين كده اهي، هلمها كوره واسيبها بقى ترتاح. اهو عملت كده الفطير عندي طلعوا 4 من نص كيلو دقيق، عملته 4. وهدهن الوش طبعا عشان ما تنشفش مني وتشقق، دي مهم جدا يا بنات. في المرحله دي بقى ولعت الفرن بتاعي على درجه حراره 160. في تحت، انا بحط الفطير بتاعي تحت خالص على الصاج. ليه على الصاج يا فاتن؟ لان الفطير عايز صاج، مش عايزك تحطيه في النص. ولعي الشوايه من فوق ومن تحت. طيب انا الفرن بتاعي عالي قوي، خليه على 160. وبرضك حطيه تحت، وخلي بالك الفطير ما بياخدش من 5 دقايق ل6 دقايق، ما بياخدش اكتر من كده يا بنات، حسب برضك الفرن بتاعك. انا ما شاء الله اللهم بارك الفرن بتاعي ما بيقعدش كتير. ورحت بقى مسحه هنا يا بنات بقى مطرح ما عملت الرخامه، وهبتدي بقى ايه كده. كان نص ساعه عدى، ريحته كمان نص ساعه عشان كل ما تريحي الفطير بتاعك كل ما يبقى سهل وانتي بتفرديه. جبت هنا بقى دي صينيه البيتزا بتاعتي، انا بحط كده يعني اخبز فيها الفطير او اسوي فيها الفطير، بيطلع السمك بتاعها حلو قوي، لا هي تخينه ولا هي رقيقه. عايزه اقول لكم بتبقى حلوه جدا. هفرد بقى كده، ودهنت طبعا الصينيه زبده. وهبتدي افرد بايدي كده. شايفين بقى بتتفرد بكل سهوله، ما بتلمش تاني. ليه؟ لان انا سايباها يرتاح كفايه. لو انت حسيتي الفطيره بتاعتك بتلم، لا سيبيها كده، يبقى عايزه ترتاح تاني. هدخلها بقى الفرن بتاعنا، وزي ما قلت لكم على الصاجه تحت، وبكون فاتحه الشوايه من فوق.
وبكده الفطير بتاعي طلع زي ما انتم شايفين، اللهم بارك. اول واحده اهي طلعت معايا. تعالوا بقى نحط كمان فطيره اهو. انا باخد اللي انا عاملاه، يعني باخد اول واحده عملتها وبعدين اللي بعديها، قصدي سوري، اول واحده بدأت فيها والاخيره دي بسيبها في الاخر خالص بخبزها اهو. ادخلها بقى على زي ما انتم شايفين كده الفرن بتاعي. اهم حاجه يا بنات الفرن بتاعك يكون والع قبليها بربع ساعه او 10 دقايق. وادي الفطير بتاعي بسم الله ما شاء الله. ولادي طبعا ما يصبروش. بالف هنا وشفا عليكم يا حبايب ماما، انا عاملاه عشانكم اصلا. عايزه اقول لكم كل شويه يزنوا يقولوا لي يا ماما عايزين فطير. وانا بصراحه بقالي فتره بعمل كل حاجه في البيت، ما بحبش الحاجات اللي بره خالص، بالذات في المدارس. بحب كده اوفر لهم واعمل لهم كميه كبيره، عشان لو هياخدوا معاهم ان شاء الله المدرسه الصبح، فممكن احط لهم بقى في اللانش بوكس، يعني تغيير من السندوتشات. عايزه اقول لكم بجد الفطير ما شاء الله اللهم بارك، مورق يا بنات وحلو جدا. كوبايه زبده ونص كيلو دقيق، عملت 4 فطاير. شوفي بقى تشتريهم بكام من بره، نظافه وطعم حلو. الفطير بتاعي مورق وجميل زي ما انتم شايفين، اللهم بارك، تحفه جدا جدا يا بنات. بألف هنا وشفا على اللي كل. عايزه اقول لكم بجد جربيها، وصفه بسيطه وسهله جدا وتغيير يا بنات. ينفع تعمليه غدا، ينفع تعمليه عشاء بالليل، وينفع كمان تفطروا بيه يوم جمعه كده، تعملي جو لولادك في الويك اند بتاعهم. ويا رب النهارده الفيديو بتاعي يعجبك، ما تنسيش لايك.